يلا بينا النهارده يا بنات. هنعمل ايه؟ انا كان عندي 6 دبابيس كده في التلاجة، طلعتهم وحطيتهم على النار يتسلقوا، وبحضر الطاجن بتاعي. هنا طماطمتين بالظبط كده او 3 صغيرين، قطعتهم ترانشات زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وبرضو والله بطاطستين بالعدد 2 بالظبط، وقطعتهم ترانشات ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، وكمان قرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد، وزي ما انت عايزة طبعا تحطي، وطماطمايه مخرطاها خرط صغيرة، وبصل زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليهم ملح وفلفل اسود ومعلقة بهارات فراخ لو حبة، مش حبة مش مشكلة. كانت هنا الدبابيس بتاعتي اتسلقت، وبطح بدعك البصل والفلفل والطماطم بالملح والفلفل كويس. وهنا برش كمان حبة زيت على البطاطس بتاعتي، وحطيت طبق البصل والطماطم المتقطعين والفلفل الأخضر. حابة تزودي براحتك خالص، أنا الكمية طبعا احنا 3 تنفار فهم يدوبك. وال6 دبابيس هنا هرصهم كده بالطاجن بقى، واحد رايح وواحد جاي يعني، عايزة تحطيهم جنب بعضيهم زي ما انت عايزة خالص. حلوة قوي ان احنا ابقى تبقي جايبة الفراخ او خزينك يعني، ومقسماه بقى الدبابيس لوحديها، فخذ لوحده، الصدور نص ونص يعني حسب ما انت عايزة. انا كنت منزله لكم فيديو قبل كده بتقسيمة الفراخ وازاي اشيلها، ويبقى عندك طول الشهر خزينك حلو قوي ومكفي. برجر بقى لحمة، برجر فراخ يعني. برضو تجهيزات رمضان ان شاء الله هنزل لكم الفيديوهات كلها كاملة. هنا بقى حطيت حبة زيت كمان فوق وش الدبابيس، وهحط كوباية مية واحدة بس. حابة تزودي معلقة صلصة وتدوبيها في كوباية المية مفيش مشكلة. بنزل كده بقى بحبة زيت على وش الدبابيس بتاعتي، وحابة تستبدلي الدبابيس بالفخاد تمام، حابة بالصدور، حابة لو عندك لحمة مسلوقة وحبيتي تغيري بدل الفراخ لحمة، هي يعني هي الوصفة سهلة وتقدري تعملي اللي انت عايزاه. احنا ما علينا ان احنا بنقول افكار ونساعد بعضينا، وكل واحد حسب متاح عنده. هنا طلعتها من الفرن بالشكل الحلو ده، شايفين بقى الجمال، والبطاطس مستوية وهي طبعا استوت حلو قوي وعاطية طبعا، شايفين الفراخ مستوية. طبعا بقدمها هنا مع حبة ملوخية بقى، مع حبة لسان العصفور، رز بالشعرية، رز أبيض، حابة تقدميها مع مكرونة بالصلصة زي ما انت عايزة. التقديم والاختيار بتاعك ده براحتك انت، بس طبيعي بطاطس وعليها الفراخ يبقى رز على طول سواء ابيض بقى او بشعريه حسب ما انت عايزه. بالشوربه بقى طبعا عملت طبق ملوخيه وطبق لسان العصفور، والله ما بارك يعني، كان يوم يعني الوجبه حلوه وكفت وزاد منها كمان والله. وبالسؤال الفراخ كمان مستويه من جوه، والبطاطس كانت تمام. اتمنى طبعا ان الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير. السلام عليكم.